ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ هناخد فيه كتاب الانجليش اللي هو بديل كونكت. طبعا كلنا عارفين ان الانجليش اتبدل. كان زمان اسمه كونكت او المنهج القديم كان اسمه كونكت، دلوقتي الكتاب بقى اسمه انجليش. هناخد فيه كتاب المعاصر سنة تانية ابتدائي الترم الاول. طبعا واحنا بنجيب الكتب نتاكد ان هي مكتوب عليها 2026 علشان ما يحصلش ان الحاجه تتبدل او تجيبوا سنه قديمه والمنهج يبقى مش نفس المنهج اللي احنا نشتغله. تعالوا نشوف مع بعض يونت 1 اسمها Let's get started. يلا بينا نبدأ أو هيا بنا تبدأ. تعالوا نشوف مع بعض بتتكلم عن ايه. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي classroom greetings، التحيات اللي بتكون في الفصل او لما اجي احيي ناس سواء في الفصل او غير الفصل، ايه التحيات او الحاجات المفروض اقولها. اول حاجة الصبح طبعا in the morning بقول ايه؟ good morning. يبقى الصبح بقول ايه؟ good morning good morning. بقول هلو لو بقول لحد مرحبا هقول له هلو. جود باي لو انا خلاص ماشي هقول ايه؟ جود باي. يبقى انا بقول الصبح لما بحيي حد بقول له ايه؟ جود مورنينج او صباح الخير. طيب هنا كلمات زياده موجوده عندي. السي اتش بتنطق تش 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 تش. chair chair. ديسك الاس كي بتنطق سك. ديسك pencil ruler يعني مسطرة، قلم رصاص، مكتب، كرسي. دي بقى verbs مهم جدا ان احنا نحفظها. طبعا احنا المفروض ان احنا مقدما عارفين الفرق بين الفيرب والنون. طيب دي verbs هنحفظها كويس جدا المجموعة اللي جاية دي. say يعني يقول، say goodbye، say hello، قول goodbye، قول مرحبا. learn يتعلم، help يساعد، teach اتفقنا السي اتش بتنطق تش. teach يعلم او يدرس، اللي هو مين اللي بيعمل كده؟ المدرس هو teach the children طبعا. طيب sit down يجلس يعني sit down. sit on يجلس على sit on يجلس على يبقى sit down يقعد. sit down عكسها stand up طبعا. لحد هنا دول verbs نحفظهم زي ما هم كده، دول مهمين جدا جدا جدا. طيب بعد كده name يعني اسم، teacher مدرس، school مدرسة، student تلميذ، kind يعني طيب أو عطوف، friend صديق. الجملة دي بتتحفظ كده على بعضها زي ما هي، لأن ساعات بتجيلي في اختر سؤال منها بيقول لي at the end of the day في نهاية اليوم. at the end of the day في نهاية اليوم. ممكن يقول لي كده at the end in ولا on ولا off the day، فهختار off. طيب هنا أنا ولد مؤدب فبطلب من حد إن أنا أقعد، فهقول إيه؟ may I sit down ممكن أقعد ممكن أجلس. طيب هنا بيقول لي طبعا look and write the words يعني اقرأ بص واكتب الكلمات بتاعت كل حاجة. طبعا ruler desk chair pencil. هنا بيقول لي look read and circle، اختار بقى هنا ده student ولا teacher؟ لا ده طبعا student. طيب هنا ده الفيرب اللي هو بيعمله او الاكشن اللي هو بيعمله، هو sit down قاعد ولا say بيتكلم او بيقول؟ لا هو sit down هو قاعد على الكرسي. هنا pencil ولا ruler؟ لا طبعا ده ruler. طيب هنا الريدنج دوت مهم جدا، الولاد يتعودوا ان هم يقرأوا، وخلي بالنا ان ممكن يجي لنا جمل احنا يعني دي بتدربنا عن احنا نعرف نعمل جمل بعد كده لوحدنا. hello my name is أحمد، طبعا ده في الانترودكشن لما باجي اقدم نفسي بقول hello my name is كذا او I am كذا. I sit on a chair at school، ديت ممكن يجي لي منها اكمل I sit on نقط at school، يبقى I sit on a chair. ممكن يجي لي حرف جر on وهو اللي يجي لي ناقص. my teacher is kind، المستر بتاعي عطوف، يبقى hello my name is أحمد، أهلا أنا اسمي أحمد. I sit on a chair at school، أنا بقعد على الكرسي في المدرسة. my teacher is kind، المدرس بتاعي عطوف أو طيب يعني.
she helps me learn هو بيساعدني ان انا اتعلم. at the end of the day في نهاية اليوم I say goodbye انا بقول باي باي. طيب to introduce yourself زي ما قلت لكم هنا في الانترودكشن انا بقول ايه؟ hello my name is كذا. يبقى لما اقول لك introduce yourself هتقول لي hello my name is احمد، hello my name is هنا، hello my name is علي. كل واحد يقول اسمه. يبقى ديت حاجة مهمة جدا. السؤال دوت كده نقول للولاد introduce yourself فهو يقول لي hello my name is كذا. في جمل زيادة ممكن اقول I am a girl لو انا بنت، I am a boy لو انا ولد، I am مثلا 8 years old انا عندي 8 سنين وهكذا. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن احطها في الانترودكشن بتاعتي. طيب هنا هلو انا بقى عايز اسال حد عن اسمه او ارحب بحد واساله عن اسمه. يعني لما باجي اتعرف على حد هعرفه ازاي؟ هقول له هلو واتس يور نيم. السؤال ده مهم جدا ان احنا نحفظه من سنه اولى او من سنه اولى ابتدائي. بنقول لازم السؤال ده يتحفظ بالكتابه طبعا. هلو واتس يور نيم، هلو واتس يور نيم. فاللي هيرد عليا هيقول لي هلو اي ام كذا او هلو ماي نيم از كذا. طبعا اي ام هيجي بعديها الاسم او ماي نيم از هيجي بعديها الاسم. هلو واتس يور نيم، هلو اي ام اميره. خلاص. طيب خلي بالنا ان ده اسمه شورت فورم. يعني ايه شورت فورم؟ ده الشكل المختصر بتاع وات از. وات از الشورت فورم بتاعها واتس. وات از دي اسمها لونج فورم، يعني الشكل الطبيعي بتاع الكلمه، كل كلمه لوحدها. عايزه اختصرهم واضمهم على بعض هحذف حرف الاي واكتب واتس وتبقى بالمنظر ده. طيب تعالوا نحل الاسئله مع بعض. هنا what ولا why is your name؟ طبعا انا شطور وحفظت السؤال بيقول what's your name او what is your name. I am احمد. طبعا الاجابه اهي I am احمد، دي بتاكد لي ان انا اخترت صح. what is. طيب هنا hello ولا goodbye؟ I am وانا بتعرف على حد هقول له hello ولا هقول له goodbye؟ لا هقول له hello I am كذا. my name is ولا are؟ هبه. my name is. طيب put the words in the correct order. هنا rearrange أو رتب. name what's your what's هي أول واحدة هو مجهزها لي. السؤال كان بيقول إيه يا شباب؟ what's your name. طيب هنا أمر my is name. my نفتكر كده الجملة بتقول إيه؟ my name is كذا. يبقى my name is أمر. هنا my not is رنا. my name ولا my old؟ my name is رنا. we say goodbye ولا عفوا good evening ولا good morning in the morning؟ الصبح بنقول good evening ولا good morning؟ بنقول good morning طبعا. my not helps me learn at school. مين بيساعدني ان انا بيساعدني في المدرسة ان انا اتعلم؟ my teacher. طيب I sit on نقط. I sit on ايه؟ انا بقعد على ايه؟ بقعد على التشير ولا السكول؟ لا طبعا بقعد على التشير. طيب desks ولا students go to school every day to learn؟ مين اللي بيروح المدرسة كل يوم عشان يتعلم؟ الديسكات ولا الأطفال الطلبة؟ الستودنتس طبعا. we say goodbye ولا good morning at the end of the school day. في نهاية اليوم يا شباب بنقول good morning صباح الخير ولا بنقول باي؟ لا طبعا بنقول goodbye. يبقى هنا الاختيار goodbye. my not is very kind. مين اللي very kind؟ friend صديقي ولا الديسك؟ لا طبعا صديقي. يبقى my friend is very kind. my teacher helps me at. المستر او التيتشر المدرس بيساعدني في ايه؟ بيساعدني في المكتب في الاوفيس ولا بيساعدني في السكول المدرسة؟ طبعا في سكول. there are many chairs at. في كراسي كتير في ونقط in the classroom. في ايه مع التشيرز؟ ديسكس ولا تريز؟ لا طبعا ديسكس الترابيزات. طيب هنا بيقول لي how ولا what is your name؟ طبعا السؤال هيقول what is your name مش how is your name. what is بقى what. هنا look and write the missing letter. عايزني اكتب الحرف الناقص.
فهنا كلمة student، هنا كلمة desk chair friends. طيب هنا look and write the words، هتكتب بقى، انت شطور حفظت الكلمات، هتبدأ تكتب الكلمات لوحدك. بصوا بقى معايا يا ولاد في السؤال دوت عشان ده مهم جدا، وده كده بكل بساطة اللي بيساعدني بعد كده ان انا اعمل باراجراف بطريقة كويسة. Look and write a sentence under each picture. عايز نكتب جملة، عايز نكتب sentence. هنا جايب لي صورة كرسي وهنا جايب لي صورة مدرس. طيب تعالوا اسهل طريقة ان انا اقول الحاجة ديت بالverb to be. فهنا هيجي السبجكت وبعدين verb to be وبعدين او ان وبعدين اسم مفرد. اسم مفرد يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ بصوا كده، ده كرسي بياخد ايه؟ بياخد السبجكت اللي اسمه ايه؟ هي ولا شي ولا ات ولا زي ولا وي؟ ات، صح؟ طيب ات بتاخد ايه من فيرب تو بي؟ تاخد از، يبقى ات از او ان. طبعا chair اولها لتر سي فهتبدا بكونسونانت يبقى هتاخد ايه. it is a chair. it is a chair. طيب هنا دي صورة مدرس مثلا، فهقول هي، هو طبعا الراجل هياخد هي لان هو ولد واحد فهياخد هي. طب هي بتاخد ايه من verb to be؟ تاخد is، يبقى he is a teacher. يبقى انا كده عملت هنا الجملة دي it is a chair، وهنا الجملة دي he is a teacher. هنا reorder يعني رتب الحروف علشان الجملة تطلع صح، الكلمة تطلع صح. طيب هنا help us learn my teacher me. my teacher طبعا دي أول واحدة. my teacher دي هيجي بعديها verb. فين الفيرب؟ خلي بالنا ان help us هتيجي بعد my teacher على طول. هو في هنا two verbs بس my teacher دي الفيرب اللي هيجي بعديها هيكون فيه اس. ليه؟ عشان هو ماي تيتشر مدرس واحد، وديت طبعا مضارع بسيط. يبقى ماي تيتشر helps me learn. المستر بتاعي او المدرس بتاعي بيساعدني ان انا اتعلم. I do may sit. may down عفوا I down may sit. may I sit down. may I sit down طبعا دي احنا المفروض ان احنا حافظينها في الدرس. am I Ali. I am Ali. I am Ali. طيب هنا طبعا هوصل بالحاجة ببعضها. I sit on me at school. لا طبعا. I sit on is kind. لا طبعا. I sit on a chair. انا بقعد على الكرسي، يبقى هنا ديت تبقى نمبر 1. my teacher is kind ولا me at school؟ طبعا my teacher is kind. المستر بتاعي عطوف. هنا بيقول لي read and complete the sentence. طبعا عايزني اختار من هنا واكمل. what not your name؟ what name ولا what teach ولا what is؟ لا what is your name. my not is ندى. my name ولا my teach؟ طبعا هشطب دي على ديت عشان خلاص خدتها. my name يبقى هشطب بعديها كمان تبقى my name is ندى. طيب هنا I sit on a teacher ولا chair ولا student؟ طبعا انا بقعد على chair at school. طيب my not helps me learn. my teacher helps me learn. دي مهمة جدا برضو ان احنا نتدرب عليها، ان انا بقرأ القطع ديت وبفهمها وبختار منها الاسئلة، حل الاسئلة اللي هنا. I am Sarah. I go to school every day. انا سارة وانا بروح المدرسة كل يوم. my school is very big. مدرستي كبيرة جدا. there are many classrooms at school. في فصول كتير في المدرسة. in the classrooms there are many chairs. في المدرسة في الفصل في كتير من التشيرز، الكراسي، ديسكس، الترابيزات، رولرز، المساطر and boxes، بوكس الكتب. سارة goes to not every day. office ولا hospital ولا school؟ طبعا سارة بتقول بصوا كده go to not every day. go to not every day. go to school هختارها، يعني حاول كده اجيب الجمله اللي شبه دي من هنا، ممكن تغير فيها كلمه او اتنين بس هي في الغالب نفس التفاصيل بتاعه الكلمات هتبقى هنا. فسكول هي الاجابه الصح. the school is very بصوا تعالوا كده my school is very big.
طيب copy the following sentence. طبعا ديت كوبي هكتب الكلمة مرة تانية، الجملة ديت مرة تانية، بس طبعا بخط حلو. وبكده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لأول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.